الادعاءات الكاذبة لوزير الخارجية السوري وليد المعلم، وبعدما تبين أن الشريط الذي تم عرضه عن أنه لإرهابيين في سوريا ما هو إلا فيديو لشبان من باب التباني التقطوه لأنفسهم في أيار من العام 2008. كاميرا أخبار المستقبل توجهت اليوم إلى المكان لتتأكد مجددا بالصوت والصورة حقيقة الأمر. تقرير مها ظاهر. أرجو بس الشريط. بث شريط المعلم ليتبين فيه مجموعة من الشبان كتب في أسفل شاشة الفيلم أنه في اللاذقية حيث يتدرب مجموعة من الإرهابيين. ساعات قليلة وانفضح أمر تلك الصور، إنهم شباب باب التباني، وهذه الصور التقطت لهم في مكان ما من تلك المنطقة في طرابلس في أيار من العام 2008. توجهنا إلى هناك، ولاذقية المعلم ما هي إلا منطقة سقي باب التباني كما يسمونها، منطقة تملأها أشجار القصب. وقف الشباب هناك، إنهم أبناء المنطقة، أبو أحمد دنش، أبو علاء أحمد عيسى، أحمد السعيد ووسيم عمر. وقفوا أمام عدسات الكاميرا، خلفهم الحائط الذي ظهر في الشريط السوري، وكذلك هذه الشجرة. المكان بصقي باب التبانة بطرابلس، وذول الشباب. هل سبق حدا منكم توجه لسوريا؟ بتعرفوا جسر الشغور؟ بتعرفوا حمص؟ أنا رحت على سوريا، كنت روح زيارات عادي اشتري. أبو أحمد، هيدا يعني سفاهة من وليد المعلم. يعني الدولة اللبنانية بتعرف يعني مين فات ومين طلع، ولا الحدود كلها مسكرة. يعني من فترة طلع أذناب حزب الله على منطقة عرسال بلباس أمني بدهم يخطفوا شباب من منطقة عرسال. الحمد لله الله سبحانه وتعالى كشفهم. طيب هلا إذا اليوم استدعوني حدا اجى طلاب السيارة، مين أنت؟ أنا مخابرات أو فرع عمي أو شيء، شو بدي يعرفني إنه هذا منه مخابرات سورية؟ صح. شو اللي بدي يأمن لي حماية هالشباب؟ وقبل زيارة هذا المكان الذي أطلق عليه الشبان اسم جسر الشغور، عقدوا مؤتمرا صحافيا على وقع شعارات دعم الثورة السورية. إذ تبين أن هؤلاء المسلحين هم شباب لبنانيين من باب التبانة، أخذت لهم صور في عام 2008 في شهر أيار المشؤوم، حين مد النظام السوري يده من خلال بعض أتباعه في لبنان والشمال ليعاقب أهل هذه المدينة بسبب مواقفها الرافضة لهيمنة هذا النظام على لبنان. وهؤلاء الإخوة الأبطال وإخوانهم هم شباب لبنانيون موجودون في منطقتهم باب التبانة، ويمارسون أعمالهم بشكل عادي جدا، وهم لم يغادروا لبنان منذ ولادتهم، ولم يذهبوا لا إلى سوريا ولا إلى غيرها من البلدان. فخرجنا الآن لنكذب هذا الكاذب. التصوير الفيديو للذكرى فقط. فأخذ بعض أذناب هذا النظام الفيديو وضعه على الإنترنت، ثم استخدمه النظام بأننا نحارب جيشه. هيدا الفيلم تصور ب7 ايار وهن بيعرفوا بهيدا الأمر. في طريقهم إلى جسر شغورهم يسرد فعاليات باب التباني وشبانها معاناتهم مع النظام السوري. وآخر ضحايا هذه المعاناة عثمان عبد القادر حجازي، وهو سائق سيارة عمومية بين لبنان ودمشق منذ أكثر من 20 عام. عذب وقتل منذ شهر على يد رجال النظام السوري، ولم يسلم جثته حتى الآن. باستهزاء بات أهالي هذه المنطقة، منطقة باب التباني، يطلقون على هذا المكان اسم جسر الشغور، لكن فكاهة الموقف تصغر أمام الهواجس العديدة التي تسيطر عليهم. من هنا فهم يحملون مسؤولية أي ضرر يلحق بهم للنظام السوري ومن خلفه. من سقي باب التباني، مها ظاهر، أخبار المستقبل. يا رب